هلا، يسعد اوقاتكم، يعطيكم العافيه. اليوم يا جماعه هيك بدي اعرفكم شويه على المنطقه اكثر. خلينا نشوف مع بعض ونستكشف المنطقه. كل يوم بنزل اتمشى، تعرفت على المنطقة، تعرفت على الحارة. يعني اليوم مشيت ساعة ونص، امبارح نص ساعة، وهاي تاني مشي لإلي. طلعت على الصبح على 8، تمشيت للتسعة ونص، وإستا الساعة 12 صار لي يعني 20 دقيقة بتمشى. قالوا لي إنه هذيك العمارة غالية مقارنة بالباقيين. ليش؟ مش عارفة ليش. حد بعض يعني، بس ما فهمت ليش. يمكن أجد أو فيها سكيورتي أكتر. كلهم فيهم سكيورتي، بس قصدي يعني يمكن فيها، ما بعرف، يمكن فيها جيم، فيها شغلات مش موجودة في هدول. شايفين هاي كلها منطقة كارول. يعني هون عمارة كارول، وهاي يعني عداير ما يدور عندها جبال، بس ما بعرف إذا بيروحوا بيوصلوا بيعملوا فعاليات في الجبال إشي، ما بعرف عاد. لا يبدو، لأنه ما أخذوني. ما أخذوني، لو في شي كان أخذوني. شايفين هاي المنطقة برضو منطقة عمارة كارول هناك. فكله هون حبيت إنه خضار وجبال وحلو، غير عن الداون تاون. الداون تاون كله عمارات ومحلات وتجارة وزحمة كمان اللي انتبهت له في هونغ كونغ باصاتهم طابقين، كل باصاتهم طابقين، اكيد بسبب زحمة السكان. الباص العادي ما بينفع، ما بيكفيهم. كل باصاتهم اللي في قلب البلد كلها طابقين، كلها طابقين. هن منطقتين برا البلد اللي هن يعتبر قرى خارج المدينة. هي مدينة كبيرة هونغ كونغ، وخارج المدينة في منطقتين رحنا لهن. يعني واحدة على البحر صورت لكم، واحدة خدوني برضو على المطعم اللي أكلوا فيه وز وكذا، برضو تعتبر قرية منطقة برا المدينة بس. وتنتين هن يبعدوا عن هونغ كونغ نص ساعة، يعني كل واحدة في اتجاه مختلف. هاي نص ساعة وهاي نص ساعة. برضو الباصات اللي برا لهاي القرى ولهاي المناطق برضو باصات طابقين. مثل هيك كل باصات هونغ كونغ وضواحيها. كمان انتبهت، راح احط لكم كله في فيديو واحد. المباني كلها ما في عندهم بيوت أرضية، كلها مباني، وكلها مباني صغيرة، وشققهم كلها صغيرة نفس الشقق عندهم عند الكل.
العمارات في هونغ كونغ كلها عمارات عالية، 40 طابق و50 طابق، ما فيش بيوت أرضية، والشقق جدا صغيرة. مساحة الشقق كتير كتير صغيرة، ما فيش عندهم شقق وسيعة وكبيرة. الأوض جدا صغيرة وضيقة، الصالون جدا ضيق، والحمام صغير جدا، يعني ربع البانيو اللي في الشقق العادية في الدول الثانية، والمطبخ ضيق صغير. التكاسي تبعونهم كلهن حمر ونفس الموديل، هاي انتبهت له يعني. التكاسي كلها نفس الموديل تويوتا، ونوع التويوتا القديم كتير، والتكاسي كلهن حمر مع السقف أبيض. الشعب الصيني جدا بسيط، جدا بسيط، جدا متواضعين. يعني حتى في اللبس لاحظت انه لبسهم بسيط وعادي، لا في ماركات ولا في اسماء ولا في، وحتى يعني مش ماتشينج، بسطة جدا. الشعب الهونغ كونغ، انا ما بعرف الصين، قصدي مش في الصين، انا في هونغ كونغ، فاعتقد نفس الشيء لانه نفس الشعب. بس ما شفت حدا يعني، حتى رحت للمولات ورحت للاماكن الداون تاون تبعهم، ما شفت حدا لابس يعني ماركات وشغلات. بسطة جدا، بسطة. شوارع الداون تاون كلها محلات ذهب، كتير محلات ذهب. هذا الذهب في تراثهم، في العادات والتقاليد تبعهم. العروس هذا الذهب بس للعروس، العروس لازم تلبس هذا الذهب يوم الزواج، يوم العرس، تلبس تنتين في الإيد، وفي السنسال الكبير، في كذا شغلة كذا قطعة لازم تكون موجودة في الزواج. بس أنا فكرت هو الذهب 24 كارات، لكن أنا لما شفت حجمها كبير فكرت السوارة تقيلة، لكن طلعت خفيفة جدا جدا جدا. السوارة 20 غرام فقط. كل هدول الأساور، حتى السنسال الكبير، كل اللي مبينين كبار وتقال، طلعوا اشي بسيط جدا، اشي خفيف جدا. 20، حتى هذا السنسال الخميل خفيف جدا، 20 غرام كله. كل هاي الأساور، السناسير الكبيرة اللي مبينة تقيلة، والأساور اللي مبينة تقيلة خفيفة جدا. أنا لما شفت الحجم توقعت إنها تكون تقيلة، ولما مسكتها يعني عم أتصرف إني أنا دمسك شيء تقيل، طلع جدا خفيف. طلع كله 20 غرام، 15 غرام، 25 غرام، هيك كلهن هيك وزنهن جدا خفاف. وهون على وقت العشاء طلعت مع ام كارول واخت كارول على مطعم نتعشى مع بعض. كارول لسه في الصين، ترجع بكره. I love that. Beautiful. هذا السردين. المهم الأكل طلع بحري وأنا ما بحب البحري، بس طلبوا لي رز بالدجاج. I want to give for Carol. Yeah, very beautiful. I want to give to Carol the new home. Adrian will be nice gift. ما شاء الله ما شاء الله. لما وصلنا تاني يوم كان عيد ميلادها، هاي ام كارول عمرها عيد ميلادها 90. استنى، مش ملحقين لها، بتركض ركض والله مش ملحقين لها. لما وصلنا تاني يوم كان عيد ميلادها 90. فبس ما شاء الله صحتها ممتازة. وبس رجعنا من المطعم متأخر، وراح أنهي الفيديو هون.
شكرا على المتابعة، ويسعد أوقاتكم، يعطيكم العافية. سلام. طلع لكم سلام. باي باي.